كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. النهاردة بقى لا هنعمل لكم وصفة المكشكشة ولا المفركشة، احنا هنعمل قطايف مقرمشة. اوكي، هنعمل قطايف عجينة من الصفر، وهتبقى احسن من بره او من الجاهزة بكتير جدا. هنتحكم في الحجم وفي لون التحمير بتاعها. وزي ما انتم شايفين كده قدامكم، طرية ولا بتشقق ولا بتتفتح. وكمان هنعمل الحجم العصافيري. بصوا الحجم العصافيري الكيوت ده اللي هي بايت سايز، مش هتلاقوه في اي حد عند اي حد بيبيع قطايف جاهزه. وغير ان انا هقول لكم على كذا تركايه كده في القليه، هتبقى مقرمشه من بره وطريه جدا من جوه، ومش هتبقى شاربه زيت ولا سمنه، ومش هتبقى مسكره زياده عن اللزوم. هقول لكم على كذا تركايه كده هتظبطها وهتعتمدوها ان شاء الله. يلا نشوف هنعمل العجينه ازاي. اول حاجه معانا كوبايتين دقيق لجميع الاغراض. انا عملت بمعيار معين، هو اللي هقيس بيه الدقيق هو اللي هقيس بيه الميه. وهنا دي نص معلقه كبيره من السكر، وحطيت عليهم نص معلقه صغيره من الخميره الفوريه، وكمان ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر. وما تحاولوش تملوا المعالق قوي. بعد كده معايا 8 معلقه كده من الفانيليا الخام. دي فانيليا خام وعليها رشة ملح من السنة. جبت بقى الويسك وقلبت المكونات الجافة مع بعضها عشان ما يبقاش فيه تكتل كده في الدقيق. هي وصفة سهلة خالص كده بقى، مش فاضل غير المية ان احنا نحضرها. طيب هنحضر المية ازاي؟ بنفس الكوباية اللي قسنا بيها الدقيق هنحط كوبايتين ونص من المية. المية فيها تركية مهمة قوي، ان المفروض تبقى دافية زي دمعة العين، بس ما تبقاش سخنة وما تبقاش باردة في نفس الوقت. طب هعرفها ازاي؟ انا برضو ما عنديش اللي هو ميزان الحرارة ده، فانا بعرفها ازاي علشان الخميرة تتأكتف. بجيب صباعي الصغير كده واحطه في المية واستنى 10 ثواني. تمام، بنستنى 10 ثواني واحنا صباعنا في المية، بنحس ان المية دافية بس مش سخنة، يعني ايدينا تستحملها، بس بنحس ان المية دافية مش باردة ولا فترة. او كده تمام، انا عرفت استحمل 10 ثواني والمية حرارتها كويسة كده تمام. بقى هننزل بقى بالمية واحدة واحدة ونقلب بالويسك، او عشان الدقيق برضو ما يكتلش بعملها جزء جزء، وبميك شور ان احنا بنقلب كويس قوي علشان ما يبقاش فيه دقيق تكتلات دقيق او كلاكيع. وما فيش داعي خالص للخلاط، ولا ان احنا نقعد نضربها 2.5 سنين في الخلاط ولا اي حاجة. هي بالويسك كده وخلاص، وسهلة قوي بسيطة. في نفس البولة اللي هنعمل فيها العجينة هنسيبها. هتيجوا لما تصبوا المية هتحسوا ان كوبايتين كفاية والقوام كده حلو. لا، حطوا النص كوباية، هما 2.5 كوباية مية لكوبايتين دقيق. هتحسوا ان القوام خفيف قوي، بس هي كده صح، هي القوام بيبقى خفيف زي المية. يعني بصوا عامل ازاي اهو، بصوا هوريكم بالمعلقة، هو القوام بيبقى خفيف زي المية. احنا لما نسيبها تتخمر الدقيق هيتقلها شوية. بصوا لما اعمل بصباعي كده ما بتلحمش على بعضها تاني، هو ده القوام الصح، بيبقى خفيف زي المية كده. بس بقى هنغطيها ونسيبها تتخمر نص ساعة، مش اكتر من نص ساعة ابدا. خليكوا صاحيين لها كده. عقبال ما تتخمر بقى قلت اعمل الشربات بتاع القطايف. دول 2 كوباية سكر على 1 كوباية مية. لما ابتدت تغلي بقى قلبتها كده بالمعلقة، دوبت السكر في المية. وبعد كده سبته يغلي على النار لمدة 4 ل5 دقايق. بعد كده بقى خلاص، لا هنحط عسل كلوكوز ولا عسل نحل ولا الكلام ده كله زي ما اهالينا كانوا بيعملوا زمان هنعمل دلوقتي. هبتدي بقى بعد ال5 دقايق، بعد ما المية والسكر يغلوا مع بعض 5 دقايق، احط لهم بس ربع معلقة ملح ليمون ونطرة فانيليا وخلاص، وشكرا على كده. هنقفل. طبعا مش هنغلي الفانيليا قوي عشان ما تمررش. لو ما عندكوش ملح ليمون حطوا عصير ليمون وبس. خلاص بنقفل عليه ونسيبه يبرد تمام. هنا بقى جهزت ازازة مية صغيرة فاضية، وجبت الغطا بتاعها، وجبت مسمار كده، وجبت ايد هنا ادق بيها علشان عايزة اعمل فتحة في الغطا ما تبقاش كبيرة قوي بس مش صغيرة. احسن حاجة انكم تسخنوها كده بالولاعة عشان البلاستيك يسيح احسن. بس كده خلاص، هي دي اللي هستخدمها عشان اصب القطايف
اسهل طريقة لصب القطايف، والله حلوة قوي بجد، حلوة قوي، اسهل من الكنكة. بس بقى بعد كده جبت العجينة. زي ما انتوا شايفين الطبق اللي انا مغطياه بيشبر ازاي، ده معناه ان هي خلاص خمرت. ما تزودوش عن نص ساعة تخمير لعجينة القطايف، علشان اكتر من كده هتفور وهتبقى مش حلوة كتكتشر او كقوام، هيبقى مش حلو خالص. هنا بقى ممكن نصب العجينة ازاي، ممكن نصبها بالكنكة، ممكن نصبها بمغرفة، ممكن نصبها بالقمع، بس احسن طريقة هي بتاعة الازازة المية الفاضية. اهو جبت بقى الكنكة كده وحطيت، مليت الازازة الفاضية دي بالعجينة القطايف وبس، وقفلت وخلاص كده شكرا. لو عندكم طبعا ازازة الكاتشب يبقى وفرتوا على نفسكم، ما عندكوش هي ازازة مية فاضية صغيرة زي الفل. اهم حاجة بقى قبل ما اسوي القطايف اجيب معايا طبق كبير كده وحتة قماشة ما تبقاش مكتومة قوي برضو، علشان هحط القطايف واغطيها على طول. لو ما فيش قماشة دي او الشاشة دي ممكن تعملوها بمناديل مطبخ عادي جدا. الهدف من القماشة او مناديل المطبخ ان لما بخار المية يطلع يرجع تاني للقطايف ما تنشفش، وفي نفس الوقت ما تعجنش، ما تبقاش حاجة مقفولة خالص تروح معجنة. زي ما انتوا شايفين بقى احسن ميثود عملت بيها صبيت بيها عجينة القطايف هي بصراحة كانت ازازة المية. انا عايزة الحجم العصافير الصغنن قوي ده، انتوا بقى بتتحكموا فيها براحتكم، عايزين حجم كبير حجم صغير، عايزين كمان لون القطايف يبقى غامق متحمر قوي، بتحبوها فاتحة زي انا عن نفسي بحبها بيضة خالص لاني بحمرها بعد كده تاني، فما بحبهاش غامقة بصراحة. في ناس بتاكلها نية كده بيحشوها نية، ممكن يحمروها شوية يستنوا عليها شوية. هوضح لكم دلوقتي في الفيديو ازاي نشوف القطايف استوت ولا لا. انا عملت الحجم العصافيري وكمان عملت الحجم الكبير في الطاسة الكبيرة دي. ولو عايزين يعني مش عارفين تتحكموا بايديكم، عندي طريقة اسهل برضو. اهو بصوا، بتطلع الفتحات دي او البابلز، بتطلع فقاعات كده، ولما الفقاعات دي تنشف خالص تقدروا تقلبوها بقى كده، خلاص هي استوت. عايزين اللون بقى براحتكم. جربت طريقة القمع برضو، بتحطوا صباعكم بالطريقة دي تسدوه وتصبوا العجينة زي ما انتوا عايزين، بس بصراحة يعني محتاجة ايدين جراح اعصاب بصراحة. اكتر طريقة سهلة هي بتاعت ازازة المية دي، بجد تحفة، وهتعرفوا تتحكموا في حجم القطايف كويس جدا ومش هتبهدلوا الدنيا. اهو بصوا، مجرد ما تنشف كده من على وشها يبقى هي كده خلاص استوت. الطريقة التانية بقى، كان عندي طاسة صغنونة 12 سنتي، بملى الطاسة ان شاء الله حتى ممكن تملوها بمغرفة، ودي هتبقى للحشو عشان هتبقى كبيرة شوية. جيت بقى بعد الفطار غطيت القطايف بالقماش زي ما قلتلكوا، وجيت بقى بعد الفطار بصوا العسل او الشربات بتاع القطايف برد تماما، بصوا تقل ازاي، لا حطينا بقى عسل كلوكوز ولا عسل نحل ولا مش عارف ايه، عادي جدا طبيعي خالص، وهو تقل من نفسه. هنا طبعا معايا حاجات يعني مصفاة هصفي بيها القطايف. بصوا بقى عجينة القطايف دي كده بعد الفطار، يعني انا عاملة العجينة قبل الفطار وسبتها، وبصي بعد الفطار ولا نشفت بقى ولا قددت ولا اي حاجة ولا شققت ولا الكلام ده كله. بصوا الحجم العصافيري عامل ازاي، انا عن نفسي بحب اعملها سادة وحجم عصافيري، ما بلاقيهاش بصراحة في اي واحد بيبيع قطايف جاهزة، ما بلاقيش حجم العصافيري ده، ما نادر لما بلاقيه. ودي بقى طبعا متحمرة شوية، اللي بيحبوا ياكلوها من غير قلية ممكن تحمروها، انتوا بتتحكموا زي ما قلت، احسن حاجة بنتحكم في اللون وفي الحجم وفي كل حاجة. طيب هنا جبت شوية مكسرات بقى، طبعا احشوها اللي انتوا عايزينه، ممكن تحشوها قشطة لو هتاكلوها نية كده، ممكن تحشوها تمر ومكسرات، ممكن تحشوها كمان الجبنة. انا كنت عاملة وصفة قطايف نابلسية حلوة قوي، ممكن جبنة عكاوي، بس انا ما كانش عندي بصراحة وكنت مستعجلة، فحشيتها حبة مكسرات وحبة سادة. بصوا ولا شققت بقى ولا اتفتحت ولا اي حاجة، بجد جميلة جدا. هنا بقى جبت طاسة صغنونة مقعرة شوية، مش مسطحة، علشان عايزة القطايف يغمرها الزيت او السمن اللي هقلي فيها. وجنبي هنا العسل برد تماما طبعا وحطاه جنبي،
ومعانا كمان المصفى، طبق ومصفى عشان نطلع القطايف من العسل على المصفى عشان ما تشربش شربات زيادة عن اللزوم. انا هنا ولعت النار بقى عليها، وهقول لكم رايي في البوتاجاز المسطح ده، بس مبدئيا كده ما تشتروهوش مغمض عقبال ما انزل لكم الفيديو اقول لكم ايه اللي حصل. ما علينا، جبت هنا زيت، قررت ان اقليها بزيت وسمنه. لو عايزين تقلوها بزيت بس تمام، اتس اوكي، بس لو شويه سمنه صفرة كده هتبقى حلوه قوي، هتوديها في حته تانية زي ما الانفلونسرز بيقولوا. حطيت بقى معلقتين سمنه صفرة مع الزيت، ما تحطوش طبعا زبده عشان هتتحرق. انا بالظبط حطيت على كميه الزيت دي معلقتين سمنه صفرة، وعايزه اقول لكم انها ما فرقتش في الطعم، كانها مقليه في السمنه. احنا اساسا بنحمرها في السمنه. ايوه، بس بقى فحاولت احمرها في سمنه وزيت، قد كده بقت هيلثي بقى ودايت وكده، اي خدمه. ما علينا بقى، سبتها طبعا السمنه والزيت يقدحوا عشان تبقى هيلثي قوي. وبعد كده بقى حطيت القطايف وسبتها تتقلي. برضو انتوا احرار في درجة التحمير نفسها، بتحبوها غامقة بتحبوها فاتحة. انا بفضلها فاتحة خالص، في ناس بتفضلها وسط، في ناس بتفضلها متحمرة قوي. اهم تركاية بقى في القلية يا جماعة ان النار تبقى عالية، ما تعملوهاش على نار واطية ابدا، علشان لو عملتوها على نار واطية السمنة والزيت هيقعدوا يدخنوا والقطايف هتقعد تشرب السمنة والزيت. فاحنا بنقليها على نار عالية على طول، ونخرجها على طول نسقيها في العسل او في الشربات، وبعد كده بنصفيها من الشربات ونحطها في المصفى. وخلوا بالكم ان هي لما تتحط في الزيت في الشربات بتغمق شوية، فحاولوا تطلعوها افتح من الدرجة اللي انتوا بتحبوها، يعني الدرجة دي كويسة جدا على انها تبقى غامقة كمان. بس بقى بجيبها وبسقيها في الشربات. البروسيس دي يا جدعان محتاجة ايه؟ مالتي تاسكينج. انت في قطايف على النار وبتعمل قطايف هنا في العسل، تسقيها في العسل وبعدين تصفيها، وكل ده وفي حاجات على النار، فحاولوا تبقوا مركزين كده ومراكوش حاجة. كمان تركاية ان في قلية القطايف انكم بتطلعوها من العسل، ما تخلوهاش كتير في العسل، وتطلعوها على مصفى، تنزل الشربات او العسل الزيادة عشان ما تبقاش مسكرة قوي، وعشان تفضل مقرمشة. لو سبتوها في العسل هتطرى وهتبقى مش حلوة. عشان تبقى مقرمشة من بره طلعوها على مصفى على طول بعد ما تطلعوها في العسل، بعد ما تسقوها في العسل. طب تبقى طرية من جوه ازاي؟ دي بتعتمد على كواليتي عجينة القطايف نفسها. واحنا عملنا العجينة، انا بصراحة معتمدة الوصفة دي بقالي 2 سنين. كل ما بعمل قطايف او نفسي تبقى في قطايف بعمل العجينة في البيت. انتوا شفتوا العجينة سهلة ازاي، جربوها واعتمدوها، مش هتعملوا غيرها. بس بقى كده خلصنا وصفتنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفة، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب على اليوتيوب Verified Recipe، على قناة Verified Recipe وصفة متجربة. ما تنسوش كمان تعملوا لنا لايك وفولو على الانستجرام والفيسبوك، هسيب لكم كل اللينكات والمقادير في الديسكريبشن. وبس كده خلاص، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، واشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله. سلام.